جبت لك حداد زي ما جنابك امرت يا عمدة. خير عم. اللي بينك وبينك يا ترى اخوي، لو عرفت انك مهلس معاه هقتلك بيدي. اهدى ادم، اهدى اهدى. اسمع يا حداد، انت مش هتمشي من هنا غير لما تجر وتقول لي ايه اللي تعرفه. اجرب ايه بس؟ انت قابلت واحد اسمه شريف في مطعم في الاقصر قبل قتل اخوي. ايوه حصل. كان جاي لي وطلب مني مصلحة ايه؟ وانت تعرفه منين؟ انا ما عرفوش. هو كلمني وطلب يقابلني. وكان عايز ايه؟ وش معنى انت بالذات اللي مايل عليه؟ الصراحه كان عايز سلاح، واداني اماره انه من طرف حد اعرفه من زمان اسمه صبري. قابلته في الغردقه لما كنت شغال هناك. وطبعا اكيد هتقول انك مش عارف السلاح كان عايز يعمل بيه ايه. لا ما عرفش. ده السلاح اللي هتقتل بيه. طبعا هو خاف يجي بيه من القاهرة لحد هنا، خاف يتفتش في كمين ويتمسك بيه، فاشتراه من هنا. وانت اكيد كنت عارف هو ناوي يعمل بيه ايه. والله ما اعرف. انا لو اعرف كنت جيت وقلت لك. خلاص يا حداد، خلصت. انا هسلمك للمركز وهم يشوفوا شغلهم معاك. لا يا حسن، مش قبل ما يوصلني للي اسمه صبري. ايه اللي بتقوله ده يا ادم؟ الراجل ده مشارك في الجريمه، يعني لازم يتمسك ويتحبس. يوصلني لصبري الاول يا جمال، وبعدين اعملوا فيه اللي انتوا عايزينه. اسمع، انت ساعدت اللي اسمه صبري ده، ودلوقتي انت لازم تساعدني. هتسمع الكلام، اي حاجه نقول لك عليها تنفذها، وتجيبه هنا تحت رجلي. انا خدامك. حاضر يا ادم، حاضر. ابو زهانه، امورنا يا عمده. خد ارميه عندك جوا لحد ما اشوف هعمل معاه ايه. هم قدام قدام.